السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتك بكل خير. أحييك تحية الإسلام وأرحب فيك في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجك أنا وأنت، معي أنا خديجة برهان. اليوم راح نتكلم عن الوقت اللي نحب نتكلم عنه. هو الوقت اللي دائما نحن نشتكي منه، إما أنه إحنا ما عندنا وقت، أو أنه دائما مشغولين، أو عندنا حالة طفش. الوقت اللي احنا حابين نتكلم عنه هو وقت المليء بالمشاغل. كون انه نحن امهات او ربات بيوت او متزوجات او عندنا دراستنا، نحس كثير من الاوقات ان احنا ما عندنا الوقت الكافي للاشياء اللي احنا نبغاها. يمكن في الحقيقة انه بالفعل ما عندنا وقت كافي، خاصة للإنسان اللي يكون عندها طموح وأحلام وخطط وبرامج وأهداف تبغى توصلها في الحياة. فيا دوب تقول عندي وقت حتى أني أنا أشوف نفسي، لذلك تعتزل الناس، تعتزل الحياة الاجتماعية، وتعتزل كثير من الأنشطة عشان توجد لنفسها الوقت لهذا الشيء. وربما كمان المتزوجة تشتكي تقول أنا ما عندي وقت. لما تيجي تقولي الواحدة مثلا ليش ما تسوي كذا، تقول لك أنا ما عندي وقت، أنا من يوم ما أصحى لين أنا ما أعرف كيف يصير أو في إيش يمضي الوقت. يا دوبك أخلص شغل البيت، يا دوب أشوف الأولاد، يا دوب أشوف زوجي، يا دوب يا دوب يا دوب يا دوب. أو بعضنا مثلا يقول أشعر بالطفش والملل، ما عندي شيء أسويه. فهل حقيقي في كل الأحوال هذه إنه ما في وقت، أو إنه في وقت زيادة ولا لا؟ اللي أحب إني أنا أقول لك إياه إنه لازم نتفق على شيء معين، أو ندرك مفهوم الوقت إيش معناه، أو مثلا مفهوم الانشغال إيش معناه. الوقت هو الوقت اللي إحنا نعرفه 24 ساعة. طيب لكن متى الواحد يقدر يقول أنا ما عندي وقت ولا عندي وقت؟ في الحقيقة هي المسألة يعني لها بعدين، بعد نفسي وبعد حقيقي. يعني بالفعل في ناس ما عندهم وقت، وهدول الناس اللي ما عندهم وقت بالفعل لما تيجي تشوفي يومهم كيف ماشي، هتكتشف بالفعل إنه ما عندهم وقت يحطوه في أي شيء آخر خارج هذا البرنامج تبعهم. طب هدول هل هم من الناس الناجحين ولا غير الناجحين، أو الناس المنظمين وغير المنظمين؟ هذول ممكن يكونوا أي شخص، ممكن يكونوا من الناس الناجحين يقولوا ما عندي وقت، ويكونوا من الناس الغير ناجحين أو الفوضويين وبرضو يقول لك كمان ما عندي وقت. طيب ليش؟ إيش الفرق بين هذول وهذول؟ الناجحين أو اللي عندهم أهداف في الحياة وعندهم خطط، معناها عندهم تقسيم لليوم، تقسيم لليوم كبير جدا، بحيث أنهم يقدروا يستثمروا ويستفيدوا من كل شيء في هذا الوقت حتى يستطيعوا أنهم يحققوا أهدافهم. طبعا أهدافهم لن تتحقق بين ليلة وضحاها، ولا في اليوم هذا اللي يجلسوا طول اليوم مشغولين فيه، إنما راح يشوفوا نتيجة السعي تبعهم وترتيب الوقت والاستفادة منه لأقصى درجة مع الوقت فقط، يعني مع الفترة الزمنية، ربما بعد 3 شهور، ربما 6 شهور، ربما سنة، ربما سنوات حتى. لكن هم بيؤمنوا بفكرة معينة وهدف معين يبغوا يوصلوا له، لذلك وقتهم مليان، فيدوب يحصلوا وقت لأي شيء آخر. كمان الناس اللي عندهم حالة فوضى ممكن يقول لك ما عندي وقت، أو تيجي تقول لك ما عندي وقت. بالفعل هي صادقة. ليش ما عندها وقت؟ لأنه أساسا الوقت في إيش يروح هي ما تعرف، فدماغها فقط اللي مليان أفكار وشوشرة، لكن واقعها فارغ تماما. اللي أبغى أقول لك إياه بهذين المثالين أنه مسألة أنه أنا مشغولة أو مو مشغولة أو عندي وقت ما عندي وقت هي في البعد النفسي. يعني الإنسان بعض الأحيان ممكن تحس واحدة ممكن تشعر أنه هي ما عندها وقت نفسيا فقط، دماغها مليان أفكار ودوشة وخطط وحوارات وكلام طويل عريض واسترجاع للماضي، وممكن يكون في خطط للمستقبل. لذلك تلاقيها مشغولة، هي مشغولة بالتفكير فقط وليس بالأفعال. لذلك بتراقبي يومها تلاقي إن يومها كل فاضية، هي جالسة، لكن هي عقلها فقط اللي قاعد يشتغل. والناس اللي تقول لك ما عندي وقت عمليا هم قلنا احنا الناجحين. وفي ناس في عز مشاغلهم كمان تيجي تقول ايش؟ تقول أنا والله عندي وقت للشيء الفلاني. ليش؟ لأنه نفسيا يشعر أنه هو عنده وقت بالفعل هذا الأمر. طيب أنا أبغى أرجعك لإيش؟
أبغى أرجعك للشيء اللي أنا وإنتي دائما نتكلم فيه أو نفكر فيه نحن كنساء في حياتنا. ليش ما عندنا وقت؟ هل بالفعل ما عندنا وقت؟ مع الأسف الشديد نحن عندنا وقت كبير جدا، يبتدأ من يوم ما نصحى وينتهي لغاية ما نقرر ننام. طبعا إذا أخذنا باعتبارنا أنه إحنا من الناس العاديين جدا اللي ما عندهم ساعة محددة للاستيقاظ وساعة محددة للنوم، لكن إذا كان في ساعة محددة للاستيقاظ وساعة محددة للنوم، معناها أنه راح يكون برضو برنامج مختلف. نحن عندنا وقت كبير جدا في حياتنا، لكن بناء البرمجة اللي احنا جايين عليها وبناء المجتمع هو اللي يعطينا إيحاء أنه احنا كأمهات ومسؤولات في البيوت وربات بيوت ما عندنا وقت. نحن عندنا وقت كبير جدا، ووقت إذا عرفنا نقسمه صح وعرفنا نستغل كل وقت فيه أو كل ثانية فيه بطريقة صحيحة، رح نوصل في حياتنا إلى نتائج مبهرة جدا. طيب كيف ممكن أستغل وقتي؟ أول شيء لازم أعرف أو نعرف أنا وإنتي أنه مسألة أن أنا اليوم أكون متزوجة وعندي أبناء هذه إضافة لحياتي فقط. إضافة لحياتي لما أقول معناها أنه أنا لازم أبقى كما كنت عليه الشخص اللي عنده أحلام وطموحات، وإذا ما كان عندي أحلام وطموحات لازم اليوم أنا أبدأ يكون عندي أحلام وطموحات أحققها في حياتي. كأم وكزوجة أهم شيء عندي استثمار في حياتي، أو أهم استثمار في حياتي هو أولادي، فأنا بستثمر نفسي في تربية أولادي. كيف ممكن يحدث هذا الاستثمار؟ أني أنا أستغل الوقت لتعلم مهارات تفيدني في تربية أولادي وتعلم العلوم اللي تخدمني في مسألة تربية أولادي. مثلا نتعلم أفكار في التربية، وسائل التربية، أساليب التربية، كيف معالجة المشاكل حقت الأبناء. أتعلم أشياء عن المراهقة وكيف يفكر المراهق وكيف ينظر للحياة وكيف لازم أتعامل معه، كيف أقدر أكون أنا صديقة له. طب أنا كل هذه الأشياء كيف أقدر أسويها؟ لما أستغل وقتي في البيت وأجعل هدفي أنه أنا أقسم اليوم كله أو الساعات كلها ما بين أولادي وزوجي وبيتي ومسؤولياتي، لكن الجزء الأكبر منه لازم يكون من نصيبي أنا. ولما يكون من نصيبي أنا هو النصيب اللي أنا أستثمر فيه هذا الوقت. فإذا أنا هنا رجعت استغليت الوقت بشكل صحيح جدا في الشيء اللي أنا حطيت هدف لحياتي. ونفس الشيء ممكن أستثمر في زواجي من خلال زوجي، أتعلم على زوجي، أتعلم إيش طبايعه، إيش مزاجه، إيش يحب، إيش يكره، كيف أتفاهم معه، كيف أرتقي بحياتي الزوجية اليوم من مستوى لمستوى، من مستوى أقل لمستوى أعلى، إني أنا أكون اليوم أكثر طمأنينة وأكثر نضج في علاقتي الزوجية مع زوجي، إني أنا أكون أكثر تفهم لهذا الواقع الجديد اللي أنا أعيشه. طيب هذا كيف رح يصير؟ لما أنا أرتب وقتي وأستغل وقتي في تعلم ما يفيدني في حياتي الزوجية أو في هذا الزواج. ونفس الشيء في جوانب أخرى. إذا المسألة مسألة أني أنا أرتب وقتي فقط. طبعا هذا فيما يخص الأمهات اللي في البيت، اللي دائما إيش تدور وتحوس مثلا في البيت مع أولادها، مع زوجها، مع تنظيف البيت، مع شغل البيت، ويبدأ اليوم ينتهي وهي مشغولة 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 مشغولة. طب ليش تبقي نفسك مشغولة أساسا؟ لأنه الصحيح أنه أنت ما تبقي نفسك مشغولة بهذه الدرجة، إنما تحطي الأشياء في أوقاتها الصحيحة. في أشياء أسويها اليوم، في أشياء أسويها بكرة، في أشياء أسويها بعد بكرة، في أشياء أسويها في الصباح، في أشياء أسويها في المساء. مو لازم كل شيء أحطه في يوم واحد وأقول خلاص خليني أتخلص منه أخلصه، لأنه في الحقيقة لا رح يتخلص ولا رح نخلص منه، حيبقى زي ما هو، وكل يوم رح يجي بمشاكله الجديدة. لكن بتحديد الأولويات أقدر أنا أستفيد منها في تنظيم وقتي. طيب لو كنت أنا اليوم موظفة، كيف أقدر أستغل وقتي؟ أو كيف أقدر أستفيد من وقتي وأنا ما عندي وقت؟ يا دوب الوقت يروح بين المواصلات ووظيفتي والعودة، وانتبه الأولاد وأشوف إيش ناقصهم وأكمل واجباتي مع زوجي وأخلص، ويا دوب يعني اليوم يمشي بهذا الشكل. حتى لو كنت موظفة هذا ما هو عذر. ليش؟ لأنه كل الناس أو كل الناجحين كمان عندهم 24 ساعة. كونك موظفة أكيد عندك فترات قصيرة جدا، أكيد عندك وقت استراحة، أكيد عندك وقت أثناء ما أنت رايحة دوامك وأنت جاية من دوامك تقدر تسوي برنامج فيه. في مثلا مهمات الواحد يقدر ينجزها من خلال التليفونات، اتصالات التليفونية، فأنا كده أكون استغليت الوقت واستفدت منه.
معناها أن أنا لما أوصل البيت ما أحتاج أسوي هذه الأشياء. في أشياء مثلا ممكن أراسل أحد وأنا أثناء في رحلة الذهاب أو العودة للعمل، يعني أنا جالس أستفيد من وقتي. في لحظات الانتظار في مكان ما ممكن أقرأ، ممكن أرسل، ممكن أتواصل، ممكن أكتب تقرير، ممكن أسوي أي شيء، برضو أنا أكون استفدت من وقتي. إذا لو بحثنا موضوع الوقت حنلاقي إنه إحنا في كل الوقت في وقت أساسا، لكن هو نحن فقط ما عندنا تنظيم ورؤية صحيحة لهذا الشيء. كثير من النساء مثلا أعرفهم يستغل وقتهم في هذه اللفتات الصغيرة جدا، في الوقت اللي هو ضايع أو الوقت الغير منتبه له، اللي هو نحن النساء دائما نعرفه. يكون عندك مراجعة في مستشفى، عندك في صالة الانتظار جلسة الانتظار لمدة ساعة، نص ساعة إلى آخره. في نساء في هذا النص ساعة ممكن تحفظ قرآن، ممكن تقرأ كتاب، ممكن تراسل أحد، ممكن تصل رحم، ممكن تسوي مشروع، ممكن تدير شيء معين في النص ساعة هذه. فلا تبقي نفسها أبدا مشغولة بهذا الشيء. حقيقة هو ما كانت عليه أيضا هذا نساء السلف الصالح أو الصحابة رضوان الله تعاليهم أو كل الناجحين في الحياة، إنهم بيستغلوا وقتهم فقط. إيش الفرق بيننا وبينهم؟ هو مسألة استغلال الوقت. أنا اليوم في إيش قاعدة أفكر في وقتي، وكيف أستغل هذا الوقت، وكيف أبني نفسي من خلال هذا الوقت. ربما يبدو بعض الأحيان هذا الكلام شوية سهل الكلام فيه، لكن كل شيء في البداية أو بالكلام هو سهل فقط لإيضاح الفكرة. لكن جربي عمليا اليوم إنه أنت ترتبي وقتك. خليني أتوقف معاك في فاصل وأقول لك بعد الفاصل إيش ممكن بعض الأفكار اللي أقدر أعينك فيها في تنظيم وقتك، وجربيها وشوفي هل هي بالفعل مفيدة ولا غير مفيدة. طالعين فاصل مع بعض، لا تروحي بعيد، خليك هنا. رجعنا بعد الفاصل نتكلم عن بعض الأفكار في استغلال الوقت. في أفكار كثيرة طبعا في مسألة كيف أرتب وقتي وكيف أستغل وقتي وكيف أستفيد من وقتي. في أفكار كثيرة جدا وكل أفكار هي صحيحة، لكن نحن لازم ناخذ الأفكار اللي تتناسب مع وضعنا. نحن ممكن ينفعني اليوم أنا برنامج معين بس ما ينفعك انت، فهي مسألة مقاربة فقط. لكن في بعض الأشياء أساسية ممكن نستعين بها في بناء برنامجنا لتنظيم الوقت. مثلا من ضمن الأفكار دائما مثلا أنا أنصح وأوجه وأرشد حتى في جلسات الاستشارات إلى مسألة مهمة جدا في مسألة تنظيم الوقت. دائما نحن نقرأ نقول إيش؟ إنه نكتب المهام بالليل، المهام التي يجب أن أقوم بها اليوم التالي يجب أن أنا أكتبها بالليل. طبعا أنا أختلف شوية مع هذا المنهج أو هذا الرأي، لأنه لما أنا اليوم أكتب كل اللي راح أسويه بكرة، راح أنام وأنا أفكر في الأشياء اللي راح أسويها، فبالتالي حيأثر على جودة النوم تبعي. فأثناء ما أنا نايمة وعبال ما أدخل في النوم حيجلس أفكر أسوي كذا، طب أحتاج كذا، لازم أشتري كذا، لازم مش عارف إيش، فأجلس أنا أدخل في النوم بتوتر شديد جدا، وهذا ما يفيدني في الحقيقة ولا أستفيد منه. لذلك دائما نصيحتي هي إيش؟ أول ما تقومي الصباح وبعد ما تصلي الفجر وتخلصي أذكارك ونصيبك من الورد الروحاني اللي يقوي روحك أو غذائك الروحي، أول ما تخلصي منه امسكي ورقة وقلم، ويفضل دائما يكون عندك دفتر. امسكي ورقة وقلم واكتبي مهامك اليومية. اليوم إيش راح أسوي؟ حتى لو كان بسيطة جدا. ممكن تكتبي اليوم حروح دحين أصحي أولادي، ممكن حسوي فطور، ممكن حسوي كذا، ممكن راح أسوي كذا، راح أسوي كذا، بالتسلسل بالترتيب. لما تنكتب، لما أكتب اليوم أنا كل الأشياء بترتيب معين وبالتسلسل اللي أنا أبغاه، وبعد كده راح أروح أسوي شوبينج ولا أشتري أشياء للبيت، وبعدين هروح أسوي الغداء، والساعة كده راح نحط الغداء، والساعة كده راح يجوا الأولاد، بعد الغداء راح نذاكر مثلا، ولا راح أنام 5 دقائق 10 دقائق. كل هذا البرنامج لما تكتبيه في الصباح، إيش اللي راح يصير؟ راح يكون عندك تصور ورؤية للخريطة اليوم كيف راح يكون بالنسبة لك، راح تشوفي اليوم كيف راح يمشي. الآن إيش اللي راح يصير؟ هل أنا أحط الورقة دي قدامي ولا لا؟
أنا ما راح أحتاج إني أنا أحط الورقة دي قدامي، إنما راح أعيش اليوم كله بتلقائيا، دماغي خلاص أخذ المعلومات هذه، فأنت تلقائيا راح تسويها. لما نسويها ويجي الليل بعد ما تصلي العشاء وخلاص وتستعدي إنك تبي تنامي، تمسكي الدفتر هذا وتشوفي إيش اللي أنجزتيه منهم، ما الذي تم إنجازه هذا اليوم، عشان تشوفي إيش قاعدة تسوي لك في اليوم. وحتتفاجئي حقيقة بكمية الإنجاز أو قلة الإنجاز، إما كثرته وإما قلته، بس راح تعرفي لما ما أنجزتي في هذه المهمة ليش ما أنجزتي. أنت راح تكوني عارفة تماما كيف قاعد يصير الموضوع. لما تسوي هذا البرنامج جربيه لمدة أسبوع إلى 10 أيام. لما تسوي هذا البرنامج لمدة أسبوع أو 10 أيام بكتابة المهام في الصباح، ثم أنه تبدأي في الليل تسوي عملية فرز وتشوفي ما تم إنجازه وما لم يتم إنجازه، راح تلاقي نفسك أنه أنت قاعد تحسني استغلال وقتك. ليش؟ لأنك كذا صار عندك معرفة فين قاعد يتسرب منك الوقت، ليش ما عندك وقت. هذا بالضبط زي النظام المصروفات المالية. لما اليوم أنا يكون عندي فلوس وأبغى أصرفها وجالسة أصرف 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 أصرف، وبعدين ما أعرف في آخر الشهر، ما أعرف فين راحت الفلوس أو فين راح الراتب أو فين راحت الادخار تبعي، وتكتشفي إنه ما سويتي شيء. لكن من يوم ما تبدأي تكتبي كل يعني قرش فيش انصرف وتمسكي الورقة أو الدفتر، راح تتفاجئي إنه أنت في مصروفات اللي هي إيش غير مرئية هي اللي قاعد تضيع لك فلوسي. وهذه المصروفات نفس الكلام ينطبق عليها في اليوم. في أوقات غير مرئية وغير منتبه لها وغير ملاحظ لها هي اللي تضيع لنا اليوم كله بركة اليوم. عشان كذا نحن مع الأسف الشيء كثير من النساء لما تكبر شوية وكذا تبدأ تفكر في آخرتها وتبدأ تستغل وقتها، تقول لك خلاص الأولاد كبروا والأمور كلها ترتبت والأشياء كلها صارت أحسن، الآن عندي وقت. مو صحيح إنه الآن عندي وقت. الآن ما عندي مسؤوليات كثيرة، لكن أنا من أول أساساً عندي وقت، فبالتالي أنا فقط كنت محتاجة أني أنا أرتب وقتي وأرتب أموري حتى أستطيع أن أنا أنجز. طيب من ضمن الأفكار كمان إيش؟ أني أنا يكون عندي جدول أسبوعي للمهام الكبيرة والمهام الأصغر والمهام الأقل حسب، يعني إذا كنت موظفة مثلا خلاص أنا أعرف تماما الآن إيش الأوقات اللي عندي أوقات فراغ، أو إيش المتاح، إيش اللي أقدر أسويه في أيام الدوام أو في نص الأسبوع. لكن في آخر الأسبوع ما في داعي أني أنا اليوم أقول أنا والله في عطلة آخر الأسبوع أستمتع فيها وخلاص واليوم كله يضيع. لا، كل شيء لازم يبغى له ترتيب معين. طب إيش حاجتنا لهذا الترتيب كله وهذا الغلب كله زي ما إحنا بعض الأحيان نقول؟ ليش ما أستمتع بعطلة آخر الأسبوع؟ ليش ما أستمتع بكل وقتي؟ نحن محتاجين لهذا الشيء لأن نحن بصفتنا مسلمين مسؤولين أمام الله سبحانه وتعالى عن هذا الوقت. ليش مسؤولين عن هذا الوقت؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا يعني هذا الوقت في إيش سوي، إيش في إيش قضينا، هل هو علم تعلمناه، هل هو خير فعلنا، هل هو واجب أدينا، في إيش راح بالضبط هذا اليوم أو هذه الساعات أو هذه الدقائق. كل هذا الوقت محسوب علينا عند الله سبحانه وتعالى. فاليوم أنا لما ما أبدأ أحاسب نفسي على الوقت هذا اللي أقضيه، معناها أنه أنا يعني قاعدة أتساهل كثير لدرجة أن التساهل تبعي هذا ممكن لا سمح الله يضيعني. هل معناها طيب أنه أنا اليوم لو تعلمت ترتيب وقتي وتنظيم وقتي أن أنا ما راح أستمتع بوقتي، ما راح يكون عندي أوقات للترفيه؟ لا طبعا، أكيد راح يكون عندي وقت كبير جدا للترفيه، وتنظيم الوقت هو اللي يخلي الترفيه هذا له قيمة عليا، وراح يكون ترفيه موجه وترفيه منظم جدا وسعادة ما تتنسي. لكن العشوائية هذه هي اللي تجيب المشاكل. العشوائية دائما بتعلم إنسان الفوضى. العشوائية اللي خلاص خلي اليوم يمر زي ما يمر وزي ما تيجي وما في مشكلة، إذا عندي وقت راح أسويه، إذا ما عندي وقت ما راح أسويه، هي اللي تعلمنا نحن عدم الالتزام وعدم الانضباط. فأنا أحتاج من خلال ترتيب يومي وترتيب أولويات، ترتيب مهامي وكتابتها، وأكد وأشدد على مسألة كتابتها، إنه هذه الطريقة الوحيدة فقط اللي أنا من خلالها أقدر أتعلم الانضباط والالتزام في سلوكياتي. وهذا طبعا رح ينعكس بالنتيجة كمان على أولادي. اليوم أنا ما أقدر أروح لأولادي أقول لهم في إيش قاعد تضيع وقتك، ليش قاعد ماسك جوالك طول الوقت، ليش ما قاعد تقرأ، ليش ما قاعد تسوي كذا، لأني أنا ما بسوي زي كذا. لكن لما أبدأ أنا أسوي هذه الأشياء كلها وأولادي يشوفوا أن أنا قد إيش بحافظ على الوقت والوقت له قيمة عالية عندي جدا، بدون ما أقول لهم، مع الوقت هم راح يتأثروا. صح النتيجة أنا ما راح أشوفها زي ما أنا أتمناها، لكن حكون
حطيت الغراس الأول والبذور الأولى في مسألة المحافظة على الوقت وصناعة الأهداف وتنظيم الوقت. وهذا الشيء هو اللي راح يربوا عليه بكرة أولادهم. لما يستقلوا بحياتهم يكون عندهم أولاد راح يربوهم زي ما هم شافوكي. فإحنا أولادنا هم اللي بيربوا على حسب ما يروا. لذلك مهمتنا نحن اليوم كأمهات، أنا وإنتي، مهمتنا كبيرة جدا في مسألة التربية، وتبدأ من خلال تعديل سلوكياتنا نحن، وتعديل طريقة فهمنا للأفكار، وطريقة تغييرنا لازم تكون واضحة بالنسبة لهم. وكل شيء لما يكون موزون ومرتب ومنظم هو هذا اللي أنا أعلمه أولادي، لكن بشكل عملي. لذلك قلت لك في أول اللقاء أنه أعظم استثمار هو استثمارنا في أولادنا. فاليوم أنا لما أرتب نفسي وأرتب أولوياتي وأرتب وقتي وأستفيد منه وأستفيد حتى من أقل وقت موجود، أنا بشكل غير مباشر جالسة أربي أولادي إنهم يحافظوا على وقتهم ويرتبوا وقتهم. في النهاية الله سبحانه وتعالى إيش قال؟ والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكي من اللي يحافظوا على أوقاتهم، وأن يجعل هذا الوقت هو في ميزان حسناتنا وفي ما يرضي الله سبحانه وتعالى. كنت أنا معاكي خديجة برهان في برنامجك أنا وأنتي. أتركك في حفظ الله ورعايته. في أمان الله.